السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هعمل معاكم النهارده الكشري بطريقة حلوة قوي. عايزة اقول لكم شوية تريكات كده وخطوات هيطلع معاك الكشري والله العظيم احلى من اللي بنجيبه من بره بكتير. انا عن نفسي انا وجوزي وعيالي كده بنحب الكشري اللي بنعمله في البيت اكتر من اللي بنجيبه من بره. جربوا ان شاء الله الطريقة بتاعتي وبأمر الله هتعجبكم جدا. اول حاجة هشتغل فيها طبعا البصل عشان انا هحتاج الزيت. هعمل بيه الكشري كله. جبت البصل قطعته كده شرايح رفيعة جدا، سواء بالسكينة او بقطعة الشيبسي يعني المتوفر عندك. جبت الزيت سخنته على النار ونزلت بالبصل على الزيت السخن بالشكل ده. هتحسوا كده كمية البصل كتيرة. لا مش كتيرة ولا حاجة، هي دلوقتي هتنقص معايا من الحرارة كده. وابتدي كده اقلب وكل شوية اقلب فيه لحد ما ياخد اللون الجميل اللي انا عايزاه، اللون الاحمر الجميل. طبعا انا مقلبة البصل في معلقة من النشا كبيرة علشان يفضل معايا مقرمش لتاني يوم. كل 5 دقايق كده اديها تقليبه، دخلي اللي على الحروف كده في النص وهات اللي في النص دخليهم طلعيهم لبره عشان اللي على الحروف دول بيحمروا بياخدوا لون اسرع. كده مع التقليب المستمر لحد ما درجه اللون المطلوبه، اوصل لدرجه اللون المطلوبه. شايفين انا خلاص دخل في اللون. هبتدي كده اقلبه باستمرار علشان يلون معايا ويبقى كله نفس درجه اللون يعني. لو وصلتوا معايا لحد هنا صلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وحطوا لي لايك للفيديو. ولو مش مشتركين طبعا يسعدني ويشرفني انكم تشتركوا معايا في القناة وتنوروني طبعا بالاشتراك بتاعكم. شايفين هنا خلاص البصل كده وصل درجة الذهبي الجميل كده. خرجيه كده ذهبي، ما تخرجوش غامق شوية عشان هو بعد ما يخرج هيغمق شوية معاكي. وخرجيه كده على مصفى، ما تخرجوش على مناديل عشان يفضل مقرمش وجميل معاكي. شايفين هنا تحفة ما شاء الله. هسيبه كده في الهواء ينشف اكتر. شايفين هنا تحفة 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 ما شاء الله. عايزين نشوف القرمشة. بإذن الله يفضل معاك مقرمش لتاني يوم. ندخل بقى على الخطوة اللي بعد كده. هجيب حلة كده لها فيها المكرونة، حطيتها مية ومعلقة ملح واسيبها لحد ما تغلي. نيجي بقى الحلة اللي هنعمل فيها الرز. خدت زيت من زيت البصلة، طبعا زيت البصلة هو الجوكر بتاعنا النهاردة. كنت مقطعة بصلة بالشكل ده، هاخد حوالي 3/4 البصلة وهسيب الربع. هنشوف هنعمل بيه إيه دلوقتي، وهقلبه كده تقلبتين 3 لحد ما ريحته تظهر معايا. انا مش هدي لون ولا حاجة. بعد تقلبتين 3 حوالي نص دقيقة كده هنزل عليها بكوباية من الشعرية وابتدي كده اقلبها لحد ما تاخد اللون الذهبي الجميل بالشكل ده. خلاص كده الشعرية احمرت معايا. هنزل على طول عليها بالرز. طبعا الكميات مش كتيرة خالص، يعني كميات كده كوباية كوباية ونص من كل حاجة. انا كوباية الشعرية كوباية ونص من الرز. وجبت كمان ب10 جنيه عدس بجبة، وهيعمل لك حلة كده محترمة بسم الله ما شاء الله. ابتدي كده اقلبهم زي دقيقتين 3. بعد كده هنزل عليها بالعدس بجبه. العدس بجبه جبته نقعته حوالي ساعتين. انقعيه كده حوالي ساعتين او من بالليل يعني براحتك، لو مش معاكي وقت خالص انقعيه ساعتين وهيبقى جاهز معاكي. احطه كده على الرز وابتدي اقلبه بالشكل ده لحد ما كل المكونات كده تسخن معايا ونشوف هنعمل ايه فيها. شايفين قد ايه لون الرز جميل بسم الله ما شاء الله. طبعا دلوقتي هنزل بالملح وهنزل بالكمون، مش هحط اكتر من كده، ملح وكمون فقط لا غير. بتحب المرقه حطي مرقه براحتك، بس انا مش بفضلها. الرز بتاعنا متطعم يعني زيت البصله كده والبصل اللي احنا حمرناه في الاول مطعمينه وبسم الله ما شاء الله زي العسل. نزلت على طول عليها بالميه العقد المطلوب بتاعها بالشكل ده، مش زي عقد الرز العادي علشان احنا اللي عندنا هنا اللي اسمه ايه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، العدس بجبه منقوع. فيعني اقل شويه من عقد الرز العادي اللي احنا بنعمله. خلاص كده بعد ما غلو وداخل بدأ كده يتشرب، ههدي عليه النار تماما. هدي تقليبه كده بسيطه وهدي عليه النار واسيبه لحد ما يكمل سواه. ندخل في الخطوه اللي بعد كده وهي الصلصه. طبعا كلنا عارفين ان اهم حاجه علشان الكشري يطلع مظبوط معاكي تبقى الصلصه بتاعته جميله. نزلت بزيت من زيت البصله وابتديت احمر باقي كميه البصل اللي هي ربع البصله اللي انا اخدت منها التلات ارباع في الرز. طبعا هتقولوا لي الكشري مش بيتحط له بصل. انا عارفه والله، بس احنا بنحبها بالطريقه دي. نزلت كده بالبصله على زيت البصله بسم الله ما شاء الله. البصله على زيت البصله شايفين. وابتديت كده اديها لون، عايزه لونها ذهبي جميل بالشكل ده. اقلب فيها كده لحد ما تاخد اللون الذهبي الجميل معايا بالشكل ده. بعد كده هنزل عليها بمعلقه من الثوم المفروم، معلقه كده حلوه من الثوم المفروم. هقلبها كده لحد ما يبقى لونها ذهبي وجميل كمان معايا.
بعد كده هنزل عليها، انا كنت هنا يعني هنزل عليها بالصلصه. انا مفرزه صلصه كده، جايبه الطماطم ساعه ما كانت الطماطم ب5 جنيه، مفرزه يعني شويه. انا ما عنديش ديب فريزر وكده، مفرزه شويه في فريزر التلاجة بالشكل ده. هنزل عليها بالصلصه. طبعا لو ما عندكيش صلصه، هات الطماطم واسلقيها الاول. طبعا لو سلقتيها هتبقى احلى بكتير من انك تضربيها يعني تحطها على طول. اسلقيها وبعد كده اضربيها في الخلاط وصفيها وحطيها على البصل والثوم اللي احنا عاملينه. خلاص كده هنا حطيت الصلصه، ههدي عليها النار تماما لحد ما تفك تماما معايا. الحله هنا اللي هسلق فيها المكرونه، كانت الميه غلت بالشكل ده. جبت حبه حلوين كده من المكرونه الصغيره اللي انتوا شايفينها دي، نزلت بيهم كده في الاول. بعد كده المكرونه الاسباجيتي، هكسر المكرونه الاسباجيتي كده على 3. طبعا الكميه اللي شايفينها دي، شايفينها بسم الله ما شاء الله. عايزه اقول لكم الكميه دي اللي في ايدي ب10 جنيه، يعني كميه حلوه ما شاء الله. قسمتها كده على 3 وابتديت انزل عليها في الميه، يعني تتسلق معايا مع المكرونه الصغيره. طبعا ومن وقت للتاني هبتدي كده اقلب المكرونه علشان ما تلزقش في بعضها. هنا خلاص الصلصه كانت قربت تفك زي ما قلت لكم، حطها على نار هاديه علشان تفك معايا. هنا خلاص خلاص الصلصه فكت معايا. هنزل عليها بالبهارات، ملح وفلفل كمون وكزبره فقط لا غير، ما زودش اكتر من كده. طبعا لو عندك توابل كشري حطي، عندك بهارات لحمه بتبقى جميله ببهارات اللحمه، بس والله ما كانش عندي في اليوم ده، فاستكفيت كده بالبهارات الموجوده عندي. ممكن كمان تحطي لها مرقه لو بتفضلي المرقه. بس كده حسيت ان الصلصه كده لسه قوامها كده سميك معايا، فاضيف لها كوبايه من الميه بالشكل ده. كده كده بقت جاهزه معايا، هتسيبها بس تاخد غلوه. ده القوام المظبوط اللي انا عايزاه. خلاص كده المكرونه اتسلقت معايا، صفيتها كويس ورديتها في الحله تاني، وهنزل عليها بمعلقتين من زيت البصل. طبعا في الوقت ده انا حاطه الحله على النار، هديها تقليبه كده بزيت البصل وهي على النار. طبعا زيت البصل هيخليها لي كده مفرفره وجميله، مش هتقفش في بعضها بعد ما تبرد، وكمان هيطعمها لي. خلاص كده، خلاص كده كل الخطوات ما فاضلش غير خطوه واحده بس، وهي الدقه. تعالوا بقى نعمل الخطوه الاخيره مع بعض. جبت بوله وهنزل على طول فيها بحوالي يعني ربع كوبايه من عصير الليمون، ربع كوبايه من الخل، معلقه صغيره من الثوم المفروم. حط كمان عليها ملح وكزبره وكمون فقط لا غير. هديهم تقليبه كده. طبعا دي مركزه جدا معايا، هخفها بالميه، كوبايه الا ربع كده من الميه، وهقلبها. طبعا عايزه لونها زي اللون اللي بنجيبه من بره، هحط لها كده حبه من الصلصه. شايفين اللون بتاعها في منتهى الجمال بصراحه. طبعا انا مش هعمل شطه علشان احنا مش بنحبها على القولون وكده زي ما انتوا عارفين، مش بحب الشطه، فمش هستغنى عن خطوه الشطه دي. شايفين ان الرز بعد ما استوى معايا مفلفل كده وجميل، ولونه في منتهى الجمال. يا رب يكون واضح كده. شايفين بسم الله ما شاء الله الحبايه كده مخصمه اختها. يلا كده مع السلامه، مخصمه اختها بسم الله ما شاء الله. خلاص كده كل حاجه جهزت معايا. اجيب الطبق اللي هقدم عليه. طبعا كل واحد براحته، يعني تدي تقديم بسيط جدا. انا قدمته بالشكل ده، حبة رز كده من تحت وحبة مكرونة عليهم بالشكل ده. بقى رشي بصل، عايزة تجيبي حمص براحتك خالص. انا حبيت يكون اقتصادي كده، هو اقتصادي الى نوع الى حد ما يعني. طبعا مفيش حاجة اقتصادية دلوقتي، زي ما انتوا عارفين الدنيا نار، ربنا يرحمنا برحمته. حطيت البصل كده بالشكل ده والصلصة والدقة، وبسم الله ما شاء الله، والف هنا وشفا على كل اللي يجربه وكل اللي يدوق. عايزة اقول لكم والله طعمه في منتهى الجمال. خلاص كده وصلت معاكم لنهاية الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل علشان يوصلكم كل جديد، ودوسوا لايك للفيديو. طبعا اكتبوا لي تعليق حلو من ايديكم. دمتم سالمين ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.